شفتي اللي حصل لي يا امل؟ لا ما شفتش ومش عايزه اشوف. ده احنا حالنا اتدهور قوي. انا عايزه اقعد معاكي واحكي لك حاجات كتير. لو سمحتي يا عز احنا لازم نقلل الكلام مع بعض شويه. تصدقي صحيح، عشان الناس دلوقتي ملهاش اي سيره غيري. لا انا قصدي ان احنا مش هينفع نكمل عشان احنا مش لبعض. ايه ده؟ انا سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ انتي هتتخلي عني عشان انا بقيت فقير؟ اطلاقا، انا بس اكتشفت ان مستوانا الاجتماعي مش متناسب. اجتماعي يا امل؟ هي وصلت لكده؟ أمولة يلا بينا. يلا يا فيزو. فيزو. يلا. هي جت عليكي. ازيك يا عزوز، عامل ايه؟ هعمل ايه يعني؟ معرفتش اللي حصل؟ لا يا عم عرفت، بس هتعمل ايه يعني؟ بس ابويا باعنا بيع وحشه قوي يا ادم. يا سيدي انا اعرف اب كل يوم بيبيع ولاده وياكل القوطه بتاعتهم، وكمان بيبص لهم في الجبنه. يا ساتر يا رب، ده مين ده؟ لا يا عم ده انا قريتها في الجورنال. جورنال برضو؟ ما علينا. بقول لك ايه، انا جعان قوي وامي نسيت تحط لي اكل من لخمتها في اللي حصل لنا. طب بقول لك ايه، تضرب جبنه بالقوطه؟ لا يا عم، انا اصلا ما بحبش الجبنه بالقوطه. يا ابني كل بس، ولو عجبتك هقول لامي تعمل لك معايا كل يوم. كل يوم ايه يا عم؟ انا هاكل بس معاك النهارده عشان خاطرك، بس ما تعملش حسابي تاني كده، الدنيا مش هتبقى خربانه قوي كده. ماشي خد ده. ايه ده يا عم؟ ده الجبنه من غير قوطه. يا عم ما انا قايل لك جبنه من غير قوطه. ايه ده عز، رب الصدفة خير. انت بقى واقف مستنيني ولا صدفة خير؟ الصراحه شيماء هي صدفه. انا كنت واثقة انك هتحب الموضوع ده قوي. هي هتجري معايا تانية؟ لا يا شيماء، انا مروح، اشوفك بكره بقى. طب بقولك صحيح، بكرة وانت بتركب اوعى تركب مع نفس السواق الميكروباص اللي ركبت معاه، لحسن ده زمانه حطك في البلاك ليست. تشيك كير بقى، سلام. ماشي. ايه يا عز، مين دي؟ واحده معانا في المدرسه. طب ايه يا ابني، مش هتروح ولا ايه؟ مش عارف والله يا ادم اروح ازاي. انا كنت متعوده عم محمود هو اللي بيجي ياخدني. يا عم بسيطه، اركب معانا الباص وانا هتمشى معاك لغايه البيت. يعني انت شايف كده؟ يا عم هو في غير كده؟ يلا قوم. ماشي. اهلا ياض يا عز، ما كمل اول. يلا اركب يلا، واحنا اللي كنا فاكرين ابوك فخر لينا. اللهم طولك يا روح. انت بتبرطم تقول يلا. لا يا مستر مفيش، ده عز كان بيقول على حضرتك طيب قوي. ماشي يا خفيف. ماله يا آدم؟ صاحبك زعلان ليه؟ ملوش يا عم رجب، ده ابوه فلس وباعهم في اول ملف، ده حتى هياكل الجبنه بتاعتي. قول له يا ابني ده أنا أعرف ناس بتشتهي الجبنة هاف. هو في ايه يا عم رجب، انت ما تعرفش غير الناس دي؟ يا آدم يا ابني قول له دوام الحال من المحال، وما حدش عارف الخير فين. انا ماشي يا ادم، سلام. ماشي سلام يا عم عز، وابقى كلمني. يلا سلام يا عم رجب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار يا ماما؟ هو بابا ما اتصلش ولا اي حاجه؟ ما اتصلش ولا حاجة، انا كل اللي شاغلني دلوقتي اكلك ازاي. انت ليه يا ماما بتقولي الكلام ده؟ ما احنا لسه عندنا املاك اهو، فازتين وتلفزيون وفازه تالته هناك اهي. ايه بقى اللي مزعلك؟ ربنا يصبرنا على ما بلانا بيه. طب انا داخل اوضتي بقى يا ماما، ولا خدوها دي كمان؟ طالع لباباك دمك تقيل. الو. ايوه يا ادم، بقول لك ايه، قول يا عز. ما تنساش بقى تقول لمامتك تزود لنا الجبنه بالقوطه. عجبتك صح؟ بس يا ريت بقى عمو ما ياكلش القوطه. بس قول يا رب ما ياكلش الجبنه. طب بقول لك ايه، سلام دلوقتي عشان انا نازل الدرس. ماشي يا معلم، سلام. ماما، انا عايز فلوس الدرس. معيش والله يا عز. طب يعني ما اروحش؟ لا طبعا روح، اكيد مستر ممدوح هيقدر ظروفنا واللي حصل لنا. ماشي يا ماما، ربنا يستر، انا نازل، سلام. مع السلامة يا حبيبي. كل واحد يطلع فلوسه وهو داخل. ادخل ادخل ادخل. مستر ممدوح، بعد اذنك عايز اكلمك في موضوع. خير يلا، ده انت ابوك كان خيره علينا. امر. اصل حضرتك عارف اللي حصل لنا وظروفنا بقت عامله ازاي، فماما قالت لي استاذن من حضرتك ادفع المره الجايه. ده عند امه يلا. ايه يا ابني اللي منزلك بدري كده؟ انت ايه اللي موقفك هنا يا عم؟ ما طلعتش ليه؟ لا يا ابني انا ما باخدش دروس، بصور ورق بس. انت نازل عامل كده ليه؟ مخنوق يا عم، كل حاجه راحت مني وكل الناس باعتني.
حتى مستر ممدوح مرضاش يدخلني عشان معيش فلوس ادفع. يا ابني الواحد مش مهم يكون عنده كل حاجه، المهم ان في ناس حواليك وبتحبك، وانا جنبك اهو. عندك حق والله يا ادم. شفت بقى؟ بقول لك ايه، ايه؟ ما لاقيش معاك 5 جنيه؟